اشترك في قناة تشجيعاتي. بداية نبدأ بسم الله والصلاة على النبي. أقدم لكم بسبوسة بطعم الكيك وشكل التايجر، وأقدم لكم طريقة سهلة لرسم التايجر. تابعوني للأخير. كما أقدم لكم وصفتين، وصفة على الغاز ووصفة بالفرن. نحتاج في هذه الوصفة إلى بيضة واحدة وبرش ليمون سواء كان برتقال أو ليمون حامض، وبرش الليمون سواء كان برتقال أو حامض لقتل زنقة البيض. ثلاث نقاط من الفانيليا إذا كانت سائلة، وملعقة صغيرة من الفانيليا إذا كانت بودرة، ثم 3 نقط من ماء ورد أو ماء زهر، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. نمزج جيدا. في هذه الوصفة استخدم معيار واحد لوضع المكونات. أضع نصف كوب من السكر، أمزج جيدا، ثم نصف كوب من الدقيق أو الطحين، نمزج جيدا، ونصف كوب من السميد الناعم. هذه الوصفة تحتاج إلى كوب ونصف من السميد الناعم. في البداية وضعت نصف كوب، ولاحقا سوف أضع كوبا كاملا. وهنا أيضا أضع نصف كوب من الحليب، 3 ملاعق من اللبن، نصف كوب من زيت النباتي، نمزج المكونات جيدا يدويا دون الحاجة إلى الخلاط، لأن الطريقة سهلة وسريعة. والآن أضع كوب سميد، لأن الوصفة مثل ما نوهت في البداية تحتاج إلى كوب ونصف من السميد. والآن في البداية وضعت نصف كوب، والآن كوب كامل من السميد الناعم. نمزج جيدا، ثم نقسم هذا الخليط إلى قسمين: قسم سادة بدون أي إضافات، وقسم لقد أضفت إليه 2 ملعقة من الكاكاو، سواء كان محلى بالسكر أو غير محلى بالسكر، وهذا يرجع إلى حسب الرغبة. ونضع ملعقة أو ملعقتين من الحليب، ثم نمزج الخليط جيدا حتى يتجانس مع بعضه البعض. بعد أن امتزج الخليط مع بعضه، هنا في وعاء الذي سوف أضعه على النار. أمسح الوعاء بزبدة أو سمنة، ثم رشة خفيفة من السميد الناعم حتى لا تلتصق البسبوسة. وهنا أقدم لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة لطريقة تشكيل التايجر. في البداية أضع ملعقتين من الخليط السادة، ثم ملعقتين من الخليط
الممزوج مع الكاكاو، وهكذا حتى تمتلئ حتى يمتلئ الوعاء بهذا التشكيل الجميل. أتمنى منكم تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم جديدنا. مع تحيات قناة كول وتهنى مع إيمو. نضع الخليط بهذه الطريقة حتى يسهل علينا رسم الشكل المطلوب. بعد أن انتهينا من وضع الخليط، بعود خشبي أو معدني بإمكانك رسم الشكل الذي تختارينه. أنا اخترت رسمة الشكل الدائري، وكان الشكل جميل جدا. هذه هي النتيجة. عندما انتهيت من رسم الشكل، أضع البسبوسة على النار هادئة مع المراقبة. أصبحت الكيكة جاهزة، لأني عندما غرست العود الخشبي لم يلتصق عليه شيء، معناها أن البسبوسة أصبحت جاهزة. هذا هو الشكل النهائي للبسبوسة. وبعد رفع البسبوسة عن النار، نضع القطر أو اسمه الشيرة أو اسمه الشربات. أو القطر أو الشيرة أو الشربات يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة. وصفة القطر أو الشيرة أو الشربات موجودة وصفتين على قناتي لمن يرغب. شكل لذيذ وجميل، والطعم حكاية تانية. بتمنى تجربوا الوصفة السهلة والسريعة. تبقى من خليط البسبوسة السادة والخليط المضاف إليه كاكاو، مزجتهم مع بعضهم جيدا ووضعتهم في وعاء، ثم وضعتهم في الفرن. يعني اليوم قدمت لكم بسبوسة بشكل التيجر بالمقلاة على الغاز، وبسبوسة في الفرن. بالوعاء الذي سوف أضع فيه الخليط ندهن بالزبدة أو السمنة مع رشة خفيفة من السميد الناعم، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 200 أو حسب درجة حرارة الفرن لديك. يسخن الفرن مسبقا ويشعل من فوق ومن تحت مع المراقبة طبعا. أصبحت البسبوسة بمزيج الكيك أصبحت جاهزة. نضع عليها القطر مباشرة وهي ساخنة، ومثل ما نوهت سابقا أنه يجب أن يكون القطر بدرجة حرارة الغرفة. هذا هو الشكل النهائي.
طعم لذيذ وخفيف وظريف وشهي بطعم البسبوسة والكيك. بتمنى تجربوها، وإذا عجبتكن وصفتي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإعجاب وتعليق لتقديم المزيد من الوصفات التي تنال إعجابكم. مع تحيات قناة كول وتهنى مع إيمو.